عمرك حسيت انك بتتصرف صح بس مش انت؟ عمرك سألت نفسك انت مين فعلا؟ عمرك سألت نفسك احنا ممكن نعرف نفسنا بدون اقنعة، ولا القناع هو الحقيقة واحنا مجرد احتمال؟ اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. خلاص انت عرفت نظامنا. هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة وتعالى، واذا لسه جديد خلاص اديك عرفت النظام. انا عايز اقولك ان البشر بطبيعتهم بيلبسوا اقنعة كتيرة بنسميها اقنعة اجتماعية، اقناع في الشغل، اقناع مع العيلة، اقناع حتى على الواقع الافتراضي على الانترنت. الأقنعة نفسها هي رمزية، استخدموها في الكوميديا السوداء زمان، حتى في الرسومات والكوميكس والتمثيل، وبقى في أبطال حتى بيلبسوا أقنعة في الأفلام وغيره. الأقنعة فكرتها قديمة، ظهرت في الطقوس والمسرح اليوناني وحتى في الحفلات التنكرية، حتى الآن بتستخدم. حتى على فكرة في الجمل اللي احنا بنرددها بنستخدم أقنعة. قناعنا بخير وأنا مش بخير أصلا. قناع انا يعني الشخص ده عاقل، او انا بتعامل معاك بعقلانية بزيادة، لكن في الواقع انا من ورا العقل اللي انت شايفه ده في حاجات تانية بتدور في دماغي يعني. في النهاية القناع الوحيد اللي مش بنلبسه او احيانا بنلبسه هو قناع الصراحة. لكن المفارقة والسؤال اللي ما يعرفش يجاوب عليه غيرك انت: ماذا لو كانت الاقنعة اصدق من الوجوه؟ تعال معايا كده لاخر النقاش ده، يمكن انا وانت نلاقي اجابة للسؤال ده. الفكرة ببساطة ان الانسان بطبعه كائن صادق، بس بصراحة الإنسان برضو بيلبس أقنعة أي أكتر من أي حفلة تنكرية في رأس السنة. البشر مخلوقات لطيفة وظريفة جدا، لدرجة إنها بتلبس قناع لكل مناسبة، وده مش موجود في أي كائن من الكائنات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. حتى الكمبيوتر اللي احنا صنعناه ما بيلبسش كم الأقنعة دي. الفكرة الأساسية إن الفلاسفة دايما كانوا بيسألوا وبيحاولوا يفهموا يعني إيه الحقيقة. طب لو فكرنا بالمفهوم ده من ناحية القناع، إحنا حقيقتنا إيه؟ الناس دي الفلاسفة دي والمفكرين دول لو عايشين معانا دلوقتي ما اعتقدش ان هم يعرفوا يميزوا الفرق ما بين الوجه الحقيقي والقناع، تمام، اللي احنا اغلب الوقت لابسينه. تعالى كده اخدك في رحلة كده، ندردش في بعض الاقنعة، واذا في اقنعة انا ما ذكرتهاش برضو اذكرها لي، مفيش مشكلة. في شغلنا في قناع الموظف المثالي المطيع، اللي دايما تمام يا فندم، حاضر يا فندم، من عينيا يا فندم، لكن انت ما تعرفش ايه اللي جوه دماغه. ممكن يكون يقول لك انا يعني على طول انا يعني جاي عشان ارد على الايميلات، تمام، وقتها لا مديرك ولا زمايلك حاسين باللي داير جواك. وفي قناع الموظف المعترض دائما، اللي عامل مشاكل دائما، وهو من جواه بس عايز يقول لك ايه: انا عايزهم يشوفوني، عايز اثبت نفسي. قناع الموظف المتملق لمديره: احلام سعادتك اوامر يا فندم، يا سلام، شلوت سعادتك دفع للامام. يعني الحاجات دي احنا بنلاقيها حتى في الكاريكاتيرز بيركزوا عليها، يعني بيبرزوا الكلام ده. في أقنعة كتيرة تلاقيها معمولة من كمية ابتسامات اصطناعية واحترامات مبالغ فيها، أو حتى تكشيرة عشان بس تثبت نفسها داخل مجال العمل. أو حتى الموظف اللي هو الكسول المتهرب دايما من مهامه ووظيفته، وهو أصلا في الحقيقة شخص ناشط جدا، بس هو مش عايز يقولك على قد فلوسهم. ففي الأقنعة دي أحيانا البعض بيلبسها عشان يثبت وجهة نظر معينة، وأحيانا البعض بيلبسها خوفا على لقمة عيشه ومستقبله الوظيفي. حتى في حياتنا العائلية في البيت احنا بنلبس أقنعة. قناع الشخص المتماسك والعاقل اللي فاهم كل حاجة، اللي محسسك إن كل الأمور تحت السيطرة، لكن هي آخر حاجة أنت فيها كانت الأمور تحت السيطرة، تمام، لما كنت قاعد بتلعب بلعبتك وأنت طفل صغير. تمام. الأم المثالية الجميلة المهتمة بشغل البيت، تلاقيها على طول: ماما الأكل يخلص امتى؟ 5 دقايق يا حبيبي، والأكل ما بيخلصش. ما انت مش عارف، هي أصلا هي لابسة لك قناع دلوقتي الأم الجميل، لكن هي تعبانة من تحت القناع ده، تعبانة ومضغوطة، وممكن تكون صحتها مش مساعداها، لكن لابسة لك قناع الأم الحنونة الجميلة. الأب اللي قاعد راسي لما كده تسأله: يا بابا أنا عايزين فلوس المدرس، عايز أجيب لبس الشتوي، عايز أجيب اللبس الصيفي. اه يا حبيبي إن شاء الله خير. وأنت مش عارف هو جواه إيه. ممكن يكون جواه آلة حاسبة جوه دماغه شغالة. قناع الزوجة النكدية، وما أدراك ما الزوجة النكدية، ربنا يحفظنا. قناع الزوجة الفرفوشة اللي هي أصلا مش طايقة
البني ادم اللي عايشه معاه. يعني كل الاقنعه دي حتى اولادنا، تمام، والاولاد بشكل عام تلاقي مثلا ابنك لابس قناع انا مسؤول، انا معاك وانا في كل حاجه، وهو مش عايزك تكلفه بحاجه اصلا، وعايزك بس تشوفه وتحس بيه. قناع الليزي بوي بقى، الولد اللي هو انا ما تعبان مش قادر، هو بس اهم حاجه يبعدوا عني. قناع البنوته اللذيذه اللي قاعده بس قاعده مشغله مزيكا جنبها وعم بتعمل مونوكير وبتاع وبتكلم صاحباتها وتشايت معاها، المهم ما ياخدوش باله منها. وقناع البنت يا عيني برضو، البنوته الجميله اللي شغاله مع مامتها في المطبخ وايدها بايديها وهي من جواها نفسها تبقى لابسه القناع التاني. أقنعة كتيرة جدا ملبوسة جوه البيت، بنشوفها على وشوش، تمام، أهالينا. هطلع بيك بالدايرة دي لدايرة أوسع شوية، وهي قناع الحياة الاجتماعية. حياتنا الاجتماعية فيها أقنعة كتير، يمكن أكتر من حفلة، يعني تعتبرها كده حفلة تنكرية عرض مستمر يعني. قناع الشخص اللطيف الاجتماعي في قعداتنا كلنا، اللي بيضحك على كل النكت، ودايما بيوزع ابتسامات حتى لو النكت دي ملهاش لازمة، وحتى لو الشخص ده هو مش طايقه، بس هو عايز يبين، هو عايز يثبت لك ان هو شخص لطيف واجتماعي. في المقابل تلاقي مثلا الشخص الفكاهي اللي بنسميه بالنكته، القعده ما تحلاش من غير القناع ده اصلا، ضحك وقفشات وافيهات، خليك اصلا مش ماسك نفسك من الضحك. الشخص ده ممكن يكون وهو لابس القناع ده وراه في وجهه الحقيقي او الوجه الحقيقي ليه جواه مشاعر وتناقضات وحزن غير طبيعي، بيخفيه بكميه الكوميديا الظاهره دي، يعني بيخفي الحزن ده بكميه الكوميديا دي. وده انا قلبي معاه فعلا. طبعا قناع انا فاهمك وحاسس بيك ومهتم بيك جدا وبحب كل الناس، قناع عايز يقولك انا شخص مهذب وجميل وتحب تقعد معاه، لكن في الحقيقه هو اصلا اول ما بتيجي تقعد معاه بيبقى عايزك تمشي. فاهم؟ جواه كده بيقولك هنخلص من الناس دي امتى؟ وده يعني ربنا ما يوقعنا في حد زي ده يعني. وقناع الشخص اللي بيحاول يبين لك ان هو قوي ودايما يحكي لك عن بطولاته، انا بسميه قناع هرقليس ده. تمام؟ ده بيبين لك ان هو ما بيخافش من اي حاجه، دايما عنده اساطير وبطولات بيحكي لك عليها، لكن ممكن هو مروح البيت يا جماعه افتحوا له نور السلم بس عشان الضلمه. وفي المقابل بقى قناع الماكر، الشخص الضعيف اللي بعتبره بقى كله مكر وخبث. الشخص ده لما يلبسه حد قدامك، تمام، خد بالك لان الشخصيه دي او اللابس القناع ده، انا واثق ان في لحظه صدقك وضعفك هيغدر بيك. اذا صرحته ولبست قدامه قناع الصراحه هيستغله ضدك. اما بقى القناع الشخص المثالي على السوشيال ميديا، دي اللي حياته كلها فلاتر، واخد كورس تنمية بشرية كيف تكون سعيدا غصبا عن الآخرين. ده بيصدر لك صورة ان الحياة في حياة غير اللي انت عايشها، غير اللي احنا شايفينها، سواء بقى يعني راجل او ست، بيتكلم بشكل عام، صور في اماكن فلاتر، كلام جميل لكن انت ما تعرفش ما وراء هذا القناع ايه. ممكن يكون ما وراء هذا القناع في يعني خواء داخلي وفراغ وسطحية غير عادية. تمام، كلام مهم جدا، تحس انت قدام عقلية مثقفة ومفكرة، لكن لما تقعد معاه فعلا وتكتشف وجهه الحقيقي، تكتشف انك امام شخصية سطحية تماما. وفي بقى القناع الاخطر، قناع انا فاهم كل حاجة. القناع ده لو لبسه حد قدامك، تمام، او انا شخصيا لو حد لبسه قدامي، انا بكره اللي اخترع فكرة النقاش في البشرية. ده شخص بيفتي في كل حاجة، تمام، وعارف كل حاجة، لكن اخر معلوماته في الحياة ممكن تكون وقفت عند المرحلة الابتدائية او البوستات اللي على الفيسبوك، او قرا كتاب، تمام، وبدأ يحكي لك وكأنه خبير في هذا المجال يعني. وفي بقى القناع المحطم الحصون وسالب الإرادة والعقل، وده حصري على السيدات طبعا، قناع الأنوثة. إذا قررت تلبس قناع الأنوثة بالنسبة لك، عيني عليك بقى، يا عيني عليك وعلى اللي هيحصل فيك، انت هتسلم بإرادتك أو من غير إرادتك. أما بقى قناع النكد، الشخص النكد أعوذ بالله منه، ده قناع عادي رجالي ونسائي يعني. لو حد لبسه قدامك أنصحك تهرب منه. ده هتلاقيه يا إما شكاي، يا إما بكاء، يا إما يعني المهم هيصدر لك طاقة سلبية. تمام، ربنا يعني يبعدنا عنه، من الحياة قصيرة، اهرب منه ده. وفي قناع ربنا ما يكتبه على حد فينا يا رب ان احنا نلبسه، قناع العوز والحاجة. وده انا ما اتمناش لحد ابدا ان هو يلبسه، واتمنى اذا قابلت حد لابسه وجالك بيه بلاش تكسر بخاطره.
إذا لقيته صادق في المسألة دي. المشهد العام بقى إن إحنا أحيانا بنلبس الأقنعة دي طول اليوم، لكن إمتى كل واحد فينا بيخلع القناع ده؟ يعني أنت بتخلع قناع الشغل إمتى؟ هل لما بتخرج من مكتبك وبتقفل الباب، ولا بتاخد القناع ده معاك البيت؟ قناع العائلة اللي هو فيه استقرار وستابيليتي، أو حتى الولاد اللي لابسين القناع جوه البيت، امتى بيحسوا ان هم قلعوا القناع؟ لما يدخلوا اوضتهم ويقفلوا عليهم، كل واحد فيهم يمارس شخصيته. حالة اجتماعية، لما بترجع من مناسبة اجتماعية وبتقفل، بتحس ان انت خلعت قناع او نزعت قناع الحياة الاجتماعية اللي كان فيها كمية مجاملات مبالغ فيها وزائفة، فبتقول بقى لا كفاية كده، خليني بقى ارجع لطبيعتي وحقيقتي. الحقيقة ان احنا بنخلع الاقنعة او بتسقط عنا الاقنعة غصب عننا لما بنقابل حد بنرتاح معاه. حد مش محتاج تشرح له، حد مش محتاج تمثل عليه ولا تخاف انه يحكم عليك. ساعتها يا انت بتخلع القناع بارادتك، يا اما القناع بيسقط، وشك الحقيقي بيبان، حقيقتك. تمام. بس احيانا لما بيسقط القناع وبيظهر الوجه الحقيقي للشخص، احيانا بنخاف منه، لان كان القناع احلى كتير وافضل كتير من الوجه الحقيقي. واحيانا بنخاف نفقد الاقنعة تمام لصورتنا تتهز. المضحك في الموضوع ان احيانا انت بتسأل نفسك، هو انا الحقيقي فين؟ من كتر ما انت بتلبس اقنعة، تمام، انا حقيقتي فين؟ ولا هي الحقيقة اصلا لابسة قناع؟ يعني ده سؤال بيجي في ذهن واحد، في كل واحد فينا بشكل عام. يعني الخلاصة عشان بس ما اطولش على حضراتكم في الجزئية دي، ان فلسفة القناع مش ان انا البس القناع او اشيله. المهم ان انا ابقى عارف ان انا حاطط قناع اصلا، عارف حقيقتي. وكمان لما يجي قدامي شخص لابس قناع، اقدر افهمه واقدر اتعامل معاه على هذا الاساس. في النهاية مش المشكلة ان احنا بنلبس اقنعة، المشكلة ان احيانا بننسى نشيل الاقنعة دي. ترجع بقناع الشغل تقعد بيه في البيت، او تطلع بقناع البيت تروح بيه الشغل، او قناع المجاملات في الحياة الاجتماعية تقعد بيها في البيت، او العكس. يعني في اقنعة، في قناع مناسب لكل مناسبة او لكل ظرف، لكن هل بقى عندك آلية تبديل الأقنعة، ولا أنت ما بتلبسش أصلا أقنعة؟ الفكرة ببساطة إن إمتى آخر مرة كنت أنت نفسك فعلا. المهم يا عزيزي، عشان ما أطولش عليك في مساحة الفراغ وفي النقاش اللي اتناقشنا فيه، أنا حابب أسألك سؤال بس أخير. يا ترى أنت عرفت أنت لابس أي قناع؟ وصحيح أنت وأنت داخل عندي هنا دلوقتي كنت لابس أي قناع؟ ويا ترى هتخلع القناع ده قبل ما تخرج من هنا؟ جاوب على السؤال ده بينك وبين نفسك. عموما في النهاية، يا ريت تقفل وراك باب مساحة الفراغ وانت خارج، وافتكر ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، ولكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. السلام عليكم.